السلام عليكم. اليكم انجح وصفه بغرير تقدروا تجربوها. غتحتاجوا كاس ونص ديال الفينو، 2 معالق ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره مع مراش ديال خميره الخبز، 7 غرام ديال خميره الحلوى. وغادي نحتاجوا 2 كيسان ديال الماء يكون دافي ماشي سخون، غير دافي، مع شويه ديال السكر الا بغيتو، والملحه. في الخلاط الكهربائي غادي نديروا كل شيء الا الخميره الحلوى، غادي نخليوها حتى للتالي. وغادي نطحنوا كل شيء مزيان مده ديال 2 ديال الدقائق. 2 دقائق خليو هادشي يتطحن. غير عندكم الماء من الاحسن ما ديروش يكون سخون، الا درتوه سخون غادي يقطع لكم العجينه وغادي يطلق لكم الخيوط والسلوكه. درتوه بارد ما غاديش يخمر لكم العجين دغيا. ديروا المقدار اللي قلت لكم وصافي، وغادي تطحنوا 2 دقائق وغادي تشوفوا القوام ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه ثقيله. انا في العاده كندير 2 كيسان د الماء كيجيو هما هادوك. هاد المره بدلت النوع ديال الفينو وجاني قاصح، داكشي علاش خصني ضروري نزيد 4 كاس ديال الماء. هذا الفينو ديال المغرب جابوه لنا هنايا، جاب واحد المحل واستعملته بصراحه. درت فيه 2 كيسان ديال الماء وربع، وغادي نزيد معاه الخميره ديال الحلوى، وغادي نطحن واحد الطحنه خفيفه غير بين ما تدخل داك الخميره والماء في العجينه، وخصو يجي خفيف بحال هكا. شوفوا مزيان القوام ديالو كيفاش داير، ها نتوما كيجي خاتر بحال داك، بحال دانا، بحال عصيري، بحال عرفتوا داك العصائر الحليب اللي كتباع، في داك القوام هذاك تقريبا بحال هكا. غادي نغطيوه وخليوه يخمر. خليوه يخمر مده، المهم على حسب الجو، انا خليته تقدروا تخليوه حتى لربع ساعه، ما بين 10 وربع ساعه. ها نتوما منين كيخمر كيفاش كيجي بحال، لدرجه انكم الا قربتوا منه كتبان لكم العجينه طالعه شي شويه دايره الفقاعات. المهم الفيديو مشروح بالتفصيل بالتمام والكمال، راه كنت نشرته معكم قديم، غادي نولي نحط لكم في اول تعليق. بالنسبه للطياب، اهم مرحله حتى هي الطياب. خاص المقله تكون العافيه خاصها تكون مجهده، ضروري العافيه تكون مجهده. ومنين يتقبلنا البغرير كتنقصوا العافيه، نقصوا لها كاع وخليوه يطيب على خاطره. ما بين كل بغريره وبغريره ضروري تبردوا المقله. كاينين 2 ديال الطرق، اما تقلبوا المقله وتحطوها هكا من تحت الروبيني وتخليو يهبط عليها الماء، اما ديروا شي توب هكا يكون رطب حطوه في الماء ومسحوا المقله من الوجه ديالها، هاد الجهه اللي كنديروا فيها العجينه، وصافي وكملوه في الطياب. بصراحه هاد المقله انا ما مخليهاش للبغرير. هاد المقله هادي واكله الدق، راه مصوره معكم بزاف ديال الفيديوهات انا في هاد المقله نيت ما مخليهاش هكا مقله وحده خاصه بالبغرير. المهم هاد الوصفه ناجحه 1000%. التفاصيل غادي تلقاوها في فيديو اخر اللي ما فهمتش مزيان، وان شاء الله تجربوه وينجح معكم.